السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من ملعب الحظ. قبل ما نبدأ الكلام نصلي على النبي وننزل نخبط اللايك الجميل ونشترك في القناة ليصلك كل جديد. يلا بينا على موضوع النهاردة ونشوف معانا إيه هنتكلم فيه. أول موضوع معانا النهاردة هو موضوع مدافع النادي الأهلي. الأهلي مؤخرا تعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر وهو أنطونيو موديست، اللاعب المهاجم الفرنسي، وحاليا هو داخل صفوف النادي الأهلي يتدرب مع الفريق لخوض مباراة السوبر الإفريقي اللي هي يوم 15/9 يوم الجمعة المقبل ضد اتحاد العاصمة. طبعا كلنا كنا مشغولين بقصة المهاجم، وطبعا ناسين القسم وهو الأهم، الدفاع بالنسبة للنادي الأهلي. الدفاع بالنسبة للنادي الأهلي موجود فيه حاليا محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمود متولي. مؤخرا أصدر مارسيل كولر قرار باستغناء عن هذا اللاعب محمود متولي، وأبلغ الإدارة بالتخلي عن هذا اللاعب سواء بالإعارة أو بالبيع النهائي. إدارة النادي الأهلي عرضت على مارسيل كولر محمد مغربي المعار إلى سموحة، ولكن مارسيل كولر قال لهم لا، أنا اللاعب ده مش هيمشي معايا في الفريق، خلوه زي ما هو في إعارته. قالوا له طب إيه السبب؟ قال لهم لأسباب فنية، مش هيمشي معايا في القائمة بتاعتي. النادي الأهلي أعلن عن تعاقده مع مدافع لمدة 3 سنوات، وقال أيضا أن هذا اللاعب لاعب مدافع دوليا ولعب في الدوري المصري لأكبر أندية الدوري المصري. وأنا أعتقد أن هذا اللاعب سوف يكون أحمد حجازي. أنا بعتقد، بخمن مش بأكد عشان ما تقولش إن أنا أكدت لك إن أحمد حجازي جاي النادي الأهلي. أنا بعتقد إن هيكون هذا اللاعب الدولي هيكون أحمد حجازي ضمن صفوف النادي الأهلي في الأيام المقبلة قبل إغلاق باب الانتقالات يوم 14. تمام تمام. نروح بقى على موديست. موديست جاي سخن، جاي حامي على مع النادي الأهلي. طبعا شفنا الاستقبال بتاعه للنادي الأهلي. لعيبة النادي الأهلي استقبلت موديست ازاي؟ استقبال عالمي. وكهربا استقبله استقبال كأنه يعرفه من طفولته. اللاعب مصر على خوض مباراة السوبر أمام اتحاد العاصمة، مصر. وعلى فكرة لو خاض هذه المباراة والأهلي توج بهذه البطولة سوف ينفجر هذا اللاعب في الموسم المقبل مع النادي الأهلي. أحمد سيد زيزو مشكلته مع نادي الزمالك. طبعا كلنا عارفين إن أحمد سيد زيزو عايز ينتقل إلى الشباب السعودي، ولكن الزمالك هنا عليه مستحقات متأخرة لأحمد سيد زيزو. نادي الزمالك قال لك أنا هدفع المستحقات المتأخرة كلها لأحمد سيد زيزو وهضيفها في الحساب البنكي بتاع اللاعب. ليه بقى هيضيفها في الحساب البنكي؟ لأن أحمد سيد زيزو لو قدم شكوى للاتحاد إن النادي عليه مستحقات له، كده هيشتكي النادي وممكن يكسب القضية. وبرضه لعدم تفادي أحمد سيد زيزو من فسخ العقد بتاعه. وأحمد سيد زيزو كان مضى مع الزمالك السنة اللي فاتت لمدة العقد بتاعه تنتهي في 5/2025. يعني العقد بتاع أحمد سيد زيزو ممتد مع الزمالك ل 2025. الزمالك هتدفع المتأخرات المستحقة لأحمد سيد زيزو لكي تتفادى هذه المشكلة. الموضوع اللي بعده وهو معانا، شفنا طبعا كلنا امبارح مباراة منتخب مصر وتونس الودية. مستوى حمدي فتحي مع الوقرة السعودي يختلف اختلاف كبير جدا مع النادي الأهلي. طبعا حمدي فتحي مع النادي الأهلي كان محارب، كان مقاتل، كان لاعب عالمي. أنا كنت بحب أتفرج عليه بصراحة لأنه هو كان بيقتل نفسه على الكورة.
امبارح جاب هدف في نفسه، يعني بصراحة أنا زعلت على مستواه. ريو فيتوريا بيقول لك إيه في التصريح بتاعه؟ بيقول لك لاعيبة تونس بتحتفل بالأهداف وكأنها مباراة رسمية، ولن أرد على سؤال لاعيبة الأهلي لأنه ليس له إجابة. يعني إيه يا عم الكلام ده؟ يعني الراجل بينسأل في المؤتمر الصحفي بيقولوا له خروج لاعيبة الأهلي من معسكر منتخب مصر، قال لهم أنا مش هرد على السؤال ده لأنه ملوش إجابة. جلال القدر قال إيه؟ قال إحنا كنا بنلاعب مصر وبيشيد بمنتخب مصر وبيشيد بالهجوم بتاع منتخب مصر، وقال لك إحنا الحمد لله خرجنا من المباراة بالفوز 3-1 على منتخب قوي، ومنتخب مصر حقق الفوز في آخر 8 لقاءات. ريو فيتوريا بيعلق وبيصرح على موضوع اللاعيبة الدولية للنادي الأهلي، اللي هو محمد الشناوي ومحمد هاني ومروان عطية ومحمد عبد المنعم. أرسل لاعيبة النادي الأهلي إلى النادي، مع عدم إرسال منتخب تونس علي معلول إلى النادي ومنتخب جنوب أفريقيا بيرسي تاو. يعني الأندية المنتخبات ديت اتحفظت على اللعيبة بتاعتهم لإيه؟ للمباريات الودية بتاعتهم. والاتحاد المصري أرسل اللعيبة بتاعت النادي الأهلي، وبيعلق الهزيمة بتاعت منتخب مصر بالأمس على لعيبة النادي الأهلي. الراجل من الآخر بيحط الهزيمة على شماعة النادي الأهلي، وبيقول إن في ناس كتير في مصر كانت بتستنى الهزيمة بتاعت منتخب مصر، ويصرح ويقول يا ريت تكون الأندية مبسوطة دلوقتي، لكن أنا واللعيبة زعلانين جدا من الهزيمة. المباراة أي نعم كانت ودية، ولكن كانت على إيه؟ التصنيف لكأس أفريقيا. هتكون الأول، هتكون التصنيف الأول ولا التصنيف الثاني. ولكن منتخب مصر امبارح مردودا كان سيء جدا. كانش فيه هجمة منظمة، ما كانش فيه الدفاع، كان شوارع. يعني بلدية المحلة كان امبارح بالنسبة لمنتخب مصر امبارح بتلعب أحسن منه، وبالتالي منتخب مصر أنا شايف إن هو حتى لو راح كأس العالم نسخة 2025 هيخرج من المستوى ده، هيخرج من الأول على طول، مش هيكمل في أي حاجة زي منتخب المغرب والمنتخبات التانية، مش هيكمل بالمستوى ده. ريو فيتوريا بيقول لك إن الهزيمة ديت مش مسؤوليتي، أنا كنت بخوض معسكر، أنا عايز أخوض المعسكر قبل المباراة 10 أيام وأختار اللعيبة اللي أنا عايزها، بعد كده أنسال عن الهزيمة وأنسال عن الفوز. يعني الراجل بيخرج نفسه من الهزيمة بتاعت امبارح بأن اللاعيبة بتاعت الأهلي غادرت معسكر المنتخب وراحت إلى النادي بتاعها. وقد صرح أيضا ريو فيتوريا أنه كان عندما يقود بنفيكا كان لديه لاعيبة برازيليين ولاعيبة للأرجنتين، وقال عندما تطلبهم منتخباتهم كانوا يغادرون النادي مباشرة، وكنت أدرب 4 أو 5 لاعيبة. وقال أنا أريد 10 أيام معسكر للتدريب قبل أي مباراة لمنتخب مصر، وأريد اللعيبة اللي أنا عايزه. يعني أنا عايز اللعيبة اللي أنا عايزهم 10 أيام قبل خوض المباراة، بعد كده بقى هنسال عن الفوز وعن الهزيمة دي تكون بتاعتي أنا. إنما دلوقتي الأهلي خد لاعيبته، وأنا دلوقتي معيش لعيبة ألعب بها المباراة الودية. هو دلوقتي بيعلق الهزيمة بتاعته كلها بتاعت امبارح
على اللعيبة اللي مشت، لعيبة النادي الأهلي. على النحو التالي مدرب تونس جلال القدري. جلال القدري قال لك إيه؟ قال لك أشار إلى أن مباراة مصر وتونس لم تكن ذات صبغة ودية، لأنها كانت مباراة مهمة لكل فريق، وإحنا احتوينا الهجوم بتاع منتخب مصر لأنه قوي جدا، وقدرنا نلعب على المرتدة وقدرنا نفوز بالمباراة. ومن هنا إخواتي نكون وصلنا لنهاية الحلقة. أتمنى من الله عز وجل أن تكون الحلقة عجبتك، تشترك في القناة وتعمل لايك وتفعل جرس الصوت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.